معانا ينفعش المستشار تتعامل مرتضى منصور على بالشكل ده. الهاتف. يا استاذ عمرو، يا استاذ منتصر، صباح الخير يا سياده المستشار، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا كابتن طارق، صباح الخير يا استاذ عمرو، صباح الخير يا استاذ منتصر. اهلا خير يا بحضرتك. استاذ. بص يا بيه، اولا انتوا بتهروا من الصبح في حاجه لا مؤاخذه يعني مش هي القضيه. القضيه لا فلوس ولا مديونيه، القضيه عايزين نكسر نادي الزمالك عشان رئيسه قوي. كلام واضح. وبقول لبعض الجماهير اللي عامله نفسها جميل وعامله بيان، ده الوقت اللي تقف ورا مجلس ادارتك وفريقك، لان الحرب من كل ناحيه. ايه علاقه خير رمضان بالرياضه؟ ايه علاقه احمد موسى بالرياضه؟ هم الزمالكيه دول ولا اهلاويه؟ اهلاويه. يبقى هي حرب اهلي. وتامر امين النهارده كمان. بقول لك حرب اهلاويه اه عشان يخدموا بيبو. انا مش عايز انفعل لان انا من الصبح مش طايق نفسي. وبقول للعيال اللي عامله بيانات للجماهير، انتوا مش جماهير الزمالك. انت لو جمهور الزمالك ومحترم بتقول ان انا اللي دمرت النادي والله العظيم يا راجل، ده انا مستلم النادي خرابه كرويه. سيبك من الانشاءات. ما خدتش 9 سنين الا كاس مصر ب2 لعيبه انا اللي جايبهم. انا دمرت النادي 14 بطوله في الاربع 5 سنين بتوعي دول. ونفس المؤامره اللي اتعملت عليا وعلى النادي قبل نهائي البطوله الافريقيه بتتعمل دلوقتي قبل ايه؟ بدايه البطوله الافريقيه. الثانيه كانت في الاخر. بفوق العيال اللي عامله بطوله جماهير. انت مش جمهور. انت لو جمهور هتخلي عندك دم وتقف ورا ناديك اللي هو انا بمثله. وانت ما تقدرش تشيلني. وده ما اقولش سر، انا كنت عند وزير الشباب والرياضه النهارده وكان الاخ احمد دياب، قلت له عايز امشي. ما كنتش طايق قله الادب. هو بالعقل وبالمنطق. كهربا الموقوف دوليا بيلعب، والثلاثه اللي هم عيال زي الفل، لا حد بيسكر ولا نسوان ولا قرف. مش نسوان قرف يعني اللي هي الحاجات اللي بيقعدوا ياخدوها دي عشان تقول لك ان هم قرف يعني. لا طبعا فوق دماغنا. تمام. الثلاثه بتوع الزمالك ما يلعبوش والموقوف دوليا يلعب. سبحان الله. يعني يا جماعه القصه مش فلوس. احنا خدامين بيبو. احنا خدامين بيبو. بيبو زعلان. في فيديو الاخ عبد الناصر بعتهولي لما اتزورت ضد الانتخابات تزوير فاجر. يا طارق انت ومحمد تزوير فاجر. تمام. خير رمضان عمل مداخله اليوم يوم سعيد، سقط الطاغيه. مش فاهم طاغيه في ايه بصراحه. تمام. ده بيبو سهران طول الليل بيتابع، خدنا حقك يا بيبو وسقطنا. ايه ده؟ هو بيبو للدرجه دي لا مؤاخذه يعني حاكم؟ فالقصه مش فلوس. انت دلوقتي لما اتحاد الكوره يلاقي شويه عيال مطلعين بيان بدل ما يهاجموا ممدوح عباس اللي حاجز، او يهاجموا اتحاد الكوره اللي خرف وخرب الدنيا. وانا مش عايز اتكلم في الموضوع دون لان الدوله فيها ناس محترمه وفي قيادات رياضيه محترمه. انت صاحب حق والنادي صاحب حق، ودينا فرصه نحل. هم اتورطوا في قرار خاطئ، وزي ما قال اخونا الاستاذ عصام، لا يا استاذ حازم يا امام انت بتكذب. لان احنا كنا قاعدين وبيكلمك الراجل المحترم محمد ابو الوفا وبيكلمك الاخ وليد العطار، وقلت لا ده قرار لا. طب انت بتقول انك ما كنتش عارف. طب لما عرفت عملت ايه؟ انا بقول لك قدام جمهور الزمالك اهو. لما عرفت بعدين بالمنطق بدون انفعال، واحد زي واحد يساوي كام؟ 2 ولا بيساوي كام؟ لا 2 باين. طيب في فرق بين التسجيل والقيد. انا كنادي سجلت، مسؤول عن التسجيل والاتحاد مسؤول عن ايه؟ قيد. القيد. هل القيد في اللائحه مرتبط بفلوس؟ لا. يعني هات لي كده في اللائحه. انا مش هأيد الا باخد فلوس. هاتها لي. مفيش ولا بند يا سياده المستشار في اللائحه. هاتها لي عشان احترمك على الاقل. يا بيه تاني، هات لي نص في اللائحه بيقول
من شروط القيد الفلوس. في التسجيل واضح من شروط التسجيل قبل 31 يناير، مش دي الشروط اهي؟ تمام. من شروط القيد بقى مش عارف ايه وتعمل ايه، كلها مالهاش علاقه بالفلوس. ليه؟ دلوقتي انا هفترض ان انا والشركه الراعيه اختلفنا، اللي هي بتعمل بس الفضائيه وترعانا. هل انا املك ان انا امنع الكاميرات تخش تزيد ماتش؟ لا طبعا. بلطجه. ما انا املك اعمل ايه؟ ما خدش فلوسي، هرفع قضيه في المحكمه، دعوه مطالبه مع التعويض. انما هقول لهم ما تدخلوش، انا بفسخ العقد. انا من يعني انا المفروض اللي بيفسخ العقد ده القاضي، قاضي الجليل. تمام. انا لو منعت الكاميرات تخش تصور بقيت قاضي وبقيت خصم. انت لو عملت كده. وبعدين انا عندي التسجيل واضح، دي مسؤوليه النادي. اتحط على السيستم، انت سمعت طبعا وانت نزلت الصوره، اتحط على السيستم طبعا. خلاص. انت بقى مش عايز تدوس عشان ناخد البطاقه. شوف يا ابني لنفسك مخرج، عشان اللي عملته ده ممكن يلغي النشاط الرياضي في مصر. وانا هادي من امبارح، مع اني معايا فيديو صوت وصوره من ساعه ما دخلت لغايه ما دخلت حوالي الساعه 11 تقريبا. لان ممكن يقول لك ايه ده الفيديو ده قديم. استاذ محمد ابو وفا يقول لي ايه، احنا دلوقتي قاعدين لغايه الساعه 11 اهو، تمام، وبنحاول نشوف حل. يبقى كنا الساعه كام؟ 11. بتسجل عندك في بتاع الولاد احمد، حطوه على السيستم في الميعاد القانوني. تمام. تاني، مع احترامي للنادي الاهلي وجماهيره، هو حضرتك بتلاعب لاعب موقوف؟ هو الاتحاد الدولي قال لك خلي كهرباء يلعب؟ كله على السيستم، الثلاثه على السيستم اهو. ده دوري عشان العيال بتقل ادبها، وهو اللي ترخيت في ايه؟ ده رئيس نادي اسوان جاب الاستغنى حوالي الساعه 9، انت كنت قاعد. طبعا. ناصر الاستغنى بتاعته لما جت اتختمت وجت كنا الساعه 8. تمام. الاستاذ فرج عامر كان رفع الواد، ما اقدرش احطه لما يرفعه من على السيستم اول امبارح بالليل بالظبط. فايه بقى العيال بتقل ادبها دي؟ انا عايز اعرف يا ابني. انا مش شغال عند تاني، وبيان لجماهير الزمالك انت مرتشي، دول مش الجماهير. لانك لو جماهير تقول الراجل ده جاب 40 بطوله في 3-4 سنين، الراجل ده بيعمل لنا استاد، الراجل ده عمل قناه اسمها زمالك، كانت حلم الملايين من الجماهير الحقيقه المحترمه. انما انتوا شات على القبيضه. والدليل بقى ان الدنيا ماشيه كده بقى، كله منافد على بعضه. بص يا سيدي، يطلع خير رمضان من غير مناسبه يشتمني، وبعدين راح داخل شوبير يروح شاتم اهلي، برضه بتالي اهلاوي. طيب، وبعدين بتقولي تامر امين، وبعدين عيل من لجان الاهلي يبعت لي فيديو العنوان ابراهيم فايق الذكر ياخد مرتضى غسيل ومكوى. انا ما عنديش وقت اخش على، ما فيش، بس شفت العنوان فرديت على ابراهيم لان العنوان بيشتمني. تمام. فناس كتير كلموني قالوا لي العنوان غير اللي جوه، عشان بقول له يا ابراهيم ما تزعلش، هو بيحطوا عناوين اهو. انا بقول لك هو ما تزعلش. انما انت لما يجي لك فيديو مرتضى منصور خد ابراهيم فايق غسيل ومكوى، لا هيبقى ليك رد فعل. ورد فعلك اللي انت عملته بعد ده وكله شتيمه، كله قلت المكتب ما ترفعوش بيه قضايا. هو حد يرفع قضايا ليه؟ لان في بقى دلوقتي لجان في الاهلي او لجان تبع عباس والعتال والشله دي، يا استاذ محمد يا مصطفى، ها؟ انت فاكر لما تشيل صورتي من جنبك يعني هزعل؟ انت بتغلط يا محمد. انا قلت لك من فضلك اللعيبه مش ناقصه حد يوقعها، وانت كان ليك راي لما مصطفى فتحي فيديو على الهوا وقال لي انا عايز امشي، من يومها بتشتمه. ولما طارق حامد قال عايز امشي وسابنا، انت بتشتمه. ايه الفرق؟ واقول لك اكلمك عن امام عاشور دلوقتي واقول لك المصايب.
تمام؟ فانت النهارده عمال تشتم في اللعيبه وتقول على الجمهور جمهور كيوت وما تروحوش تشجعوا الفريق. طب انت بكده بقى زملكاوي؟ وبعدين تقول بقى الافلام اللي كانت معموله والمسرحيات ان العتال وعباس هم اللي يخربوا النادي، لا طلعت الحقيقه لا هم اللي خربوا النادي، وانا اللي جيت انقذته. انا مستلم النادي 2014 اللي خدنا فيها 600 جنيه تاني 600 جنيه 984 مليون، مش انا قلت ده الرقابه الاداريه والجهاز، اهدار مال عام. من حقك تنتقد بس مش من حقك تقول حاجات مش ما حصلتش. تمام؟ فنرجع بقى لاتحاد الكوره. انا سايبهم لغايه الصبح محدش يقلق، يشوفوا مخرج للجريمه اللي عملوها. ليه؟ لان الجمهور اللي بيسمي نفسه جمهور هو مش جمهور. بدل ما تضغط معايا انت بتشتمني انا. يعني بالرغم ان في خناقه بيني وبين الاتحاد انا رحت بنفسي لخصمي. انت عارف يعني ايه رحت بنفسي؟ يعني ممكن يعمل فيلم وهمي يقول لك جاي ضربنا شتمنا. وعشان كده يا بابا انت وهو يا بابا انت وهو تاني هيرد عليهم. علشان كده من ساعه ما دخلت بوابه الاتحاد لغايه ما خرجت الساعه 3 الصبح تمام متصور فيديو صوت وصوره بالفضيحه بوليد اللي عمال يكلمهم واحد كله طالع بعصام ده لما اتصل بعصام لما كلمت الشركه الراعيه عشان يحولوا لهم 10 مليون وافقوا. كل ده متصور مش عايز حد يقلق. انا في الميعاد التزامي كنادي سجلت. انت بقى داخل في خناقه بتكمل المؤامره دي مشكلتك انت. وانا عشان امن البلد تاني بقول اهو مدي فرصه لاتحاد الكوره يصلح الجريمه اللي ارتكبها. لان مش من حقك انك توقف. اللي من حقه يوقف اتحاد دولي فيفا محكمه رياضيه. ولا انت حضرتك بقيت المحكمه الرياضيه واتحاد الكوره. وبعدين انا عايز اسالك سؤال. وانا ما اطلع دفتر وهتسمعوا ده في الفيديو. لما اطلع دفتر الشيكات بتاعي الخاص واقول لك اكتبه على مسؤوليتي تمام؟ تقوم تقول لي ايه؟ هو احنا مش واقفينك؟ شوف بقى الفجر واحد مش واقفك. ازاي نقبل منك شيك من حسابك؟ يا عم خد الفلوس وبعدين هو انت الاول انت واقفني ليه؟ هي الخناقه بدات بايه؟ طب ما انا شفت احمد دياب انتقد الراجل رئيس لجنه الحكام وكل الحكام شتموه. انا مش شتمتوش على فكره تمام؟ فجاه انا لقيت ولد تاني تافه عمل حركه بذيئه ومش عارف ايه حطوا صح الكلام اللي قله الادب دي. قدمت شكوى. انا بقى اللي مقدم الشكوى انا اللي اتحول التحقيق. ليه؟ لان كهربا الموقوف دوليا اتحاد الكره ده خايفه من الخطيب اداله جواب يلعب. بالمناسبه مبروك النادي الاهلي النهارده فوزه على الفريق التعبان ده بتاع السمن الهولندي ده. انا مش فاهم ده ازاي دخل كاس العالم للانديه بصراحه. بيدخل عشان مبروك يعني عندنا روح رياضيه ما عندناش مشكله. هو في النهايه كان بيمثل مصر تمام. انت دلوقتي خوفا من الخطيب عملت ايه؟ كهربا الموقوف دوليا اديت للنادي الاهلي جواب قال لك قول له يلعب. ما هو دي يا جماعه بلطجه. والولاد اللي هم مش موقوفين انت واقفهم. ما دي بلطجه. يا جمهور الزمالك قول للعيال الموجوده فوق القصه مش مرتضى. القصه مش عايزين حد قوي يرقص نادي الزمالك. عايزين حسين لبيب على قفاك حضري يا بابا تمام ويودي اللعيبه الممدوح عباس اللي حاجز على النادي عادي. عايزين الناس دي النوعيه دي هم عايزينها. انما واحد الخناقه يا اخ منتصر ويا اخ عمرو مش بيني وبينهم. الخناقه بين نادي الزمالك وبينهم. نادي الزمالك لما قام وجاب احسن 3 لعيبه عشان يدعم المراكز اللي محتاجها والنادي الاهلي ما جابش ولا واحد. مش قال لك هنجيب مهاجمين ما جابش. طب ما ندمر الزمالك ما ندمر الفريق. ولا انت عملته ده جريمه رياضيه. مش من حقك توقف لاعب تقول لي عشان فلوس. طب انا جبت لك الفلوس وعصام جمع 5 مليون نقدا الاستاذ عصام وبعتهم تمام.
في الوقت اللي حازم امام قال لك لا يتوقفوا، وطلع عامل فيديو كله كذب. يا ابني انا مصور ده وبيكلموك. قلت لهم لا. والاخ اللي عمل، انت جبته على الصفحه ما اعرفش اسمه ايه، الاقرع ده ولا اقرع كده، واخد بالك، قال لك نازل على الواتساب بالجماعه بتاع اتحاد الكوره. احمد عبد الباسط. زميلنا اسمه احمد إيه؟ عبد الباسط. احمد عبد الباسط. احمد عبد الباسط ده شغال في قناه ايه؟ ده في اون. لا احمد ده مع ابراهيم مع فايق. اون مع ابراهيم فايق. مع يا فندم. ابراهيم رئيس تمام رئيس ماشي. تحرير ابراهيم فايق. احمد اللي قابلني في صحفي شاطر من الشرقيه، احمد اسات المستشار، وقال لك ان احمد جروب ده اللي الواتساب قابلني. كلهم شافوه. لا احمد ده ولد محترم، بقول ولد يعني. ده بلديات اللي هو ثروت سويلم. ايه؟ بلديات اللي هو ثروت من سويلم. الشرقيه، من بلديات يا عم لا، ثروت هو سويلم. قابلني اقتراح عندكم القناه، ايوه. وطلع جدع ومحترم وقعد يفكرني بحاجات كده قديمه يعني. هو عضو في النادي، قلت له هشطبك. المهم يعني البيان بقى اللي نزل بقى هو جاي اللي هو 10 افراد تابعين للمختلط، ودول لجنه حسين لبيب. يا حسين خلي عندك دم بقى بجد، خلي عندك دم. ده الوقت اللي كله يقف عشان الزمالك مش عشاني. يا اخي النهارده بوحت بقول لك للوزير، قلت له عايز استقيل من قله الادب والشتيمه. اخلص من ايقاف القيد. تمام. اللي كان فيه ايقاف قيد عشان حسام، وايقاف قيد عشان الحرامي هاني زاده. موضوع محمد ابراهيم دفعته، وكان واقف الموقوف القيد من غير ما حد يحس، واترفع القيد. اخلص من ده يخش لي ممدوح عباس فيه الحجز على 70 مليون. يعني كل يوم في مصيبه ومتحمل. انا اتحمل ولا الجبال، بس ما اتحملش عيل بيقول له الزملكاوي يشتمني. يعني عيل لما بيبعت لي يقول لي ربنا ياخدك، اشوف صورته. ما اكيد ده مش يعني زملكاوي يا سياده المستشار. ليه عيل بشخ عنده 14 سنه اصغر من حفيدي. اكيد ده مش زملكاوي يا فندم. انا ايه اللي يخليني اقعد؟ اديني سبب. قال لي انك عامل توازن والمشكله دي هتتحل. ليه؟ قال انت اتعاملت معاها بهدوء، وانا حتى لو تلاحظوا نزلت بيان ان انا هذيع الفيديو. مظبوط؟ قال لك اصبر لان الفيديو فضيحه. الفيديو فضيحه من ساعه ما دخلت لغايه ما خرجت. وايه بقى؟ لا، وهم فاكرين انا رحت ال 11 فاكرني بقى نقعد نتكلم ونرغي. ما هتلاقوه ده لغايه ما الميعاد يقفل. فقلت لاحمد ابراهيم سجل، نزل على السيستم، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. الوقت ده انا مش محتاج يا عم انا عايز دعمك، بقول لك عايز امشي. النادي اللي هو اللي عايز دعمك مش انا. يا عم انا شيلني من دماغك. تمام. طارق يحيى بيتشتم. خالد غندور النهارده كلمني وبعت لي رساله، قال لي انا ماشي. قلت له، قال لي مش عشان القناه او عقده، لان انا متفق معاه على العقد. انا بتشتم انا ومراتي كل يوم. بشتمها شغاله. كلنا والله يا سياده المستشار. ايه اللي احنا فيه ده؟ لجان محمود الخطيب وجمال اسمه جمال جبر ولا مش عارف اسمه جمال ايه. تمام. مع الجان ممدوح عباس وهاني زاده وشكري واسمه زفت الطين دون والعتال. متحملين. لكن انت لما عيل بشخه يبعت لي يقول لي امتى ربنا ياخدك، ده يبقى زملكاوي؟ لا طبعا. او البيان اللي عامله الواد خالد بتاع حسين لبيب، يا حسين انت بصت الجزمه عشان ما تتسبش، وانت عارف كلمت مين ومين ومين. خلاص، مع انك كل يوم بتقل ادبك. يا ابني انت عمرك ما كنت رئيس نادي والله، ولا ممدوح عباس. اخر رئيس نادي قبل كمال درويش، لانك انت تم تعيينك 6-7 مرات، وفي الانتخابات 2009 المحكمه قالت لك بره يا مزور، وعشان كده جلال بيه ابراهيم جه مكانك. وانا اللي رحت بكل حب للمحكمه في الاداريه العليا، اتنازلت ورجعت انت تاني. تمام. انت عمرك ما كنت رئيس نادي، ولا حسين لبيب رئيس نادي. هو مش كان في راجل لواء محترم اسمه عماد؟ اللي هو عماد عبد العزيز. بنسمع حاجه عنه؟ لا مش لانه محترم. واللواء عماد ده مين؟ افهم يالا حسين، افهم. اللواء عماد ده رئيس القضاء العسكري. اللواء عماد دون لا مؤاخذه يعني، وانت داخل مكتبه ممكن تعمل اي حاجه في البامب بتاعك.
اللي هو عماد ده كان النائب العام بتاع الجيش، دعم عسكري. دعم عسكري. مم. حد بيسمع عنه حاجه؟ لا لا. راجل محترم بيقدم جدا مأموريه جدا ومشي. جدا طبعا. انما هتقعد تتنطط تاني، هتقعد تتنطط هتاخد بالقديمه. والبيان اللي نازل ده الواد خالد بتاعك والعيال بتوع زفت المختلط هم اللي منزلينه، تمام؟ ولا ليه قيمه ولا ليه لازمه، وجمهور الزمالك هيرد عليكم. فموضوع القيد تاني موضوع مش فلوس. ولما انا اطلع شيك من حساب انا مقبول الدفع وتقول لي لا انا مش هاخده، طب ليه؟ اصل احنا مقاطعينك. انا مش فاهم، هو انت عايز فلوس ولا عايز ترخم عليا؟ يا عم انا جبته من السما، خدهم. استاذ عصام بعت 5 مليون نقدا، لا مش هناخدهم. لا هي القصه بقى مش قيد بقى ولا فلوس. وبعدين انا ليا سؤال، هو حضرتك بتاخد الفلوس دي ليه؟ انا اللي اخد منك فلوس، واللعيبه اللي انا بجيبها ديا وعندك في المنتخب مين بيدفع فلوسهم؟ النادي. كده؟ طبعا. طيب اللعيب ده لما بينكسر نفسيا او بينكسر بجد مين اللي بيعالجه؟ نادي. ينكسر نفسيا ازاي؟ انك تجيبه ما تلعبوش. بقعد انا شهرين اعالج فيه نفسيا، مش كده؟ هي الفلوس دي بتاخدها ليه؟ يعني اديني، يعني قول لي الفلوس دي ليه من كل الانديه؟ هو حضرتك احنا في كلود بيك وفي واحد بلطجي بيفوت على الكباريهات لا مؤاخذه يلم والا يقفل الكباريهات؟ تديني مبرر الفلوس دي ليه؟ وبعدين اذا كان انت ما عندكش في الاتحاد الا لجنه الحكام ولجنه المسابقات فين؟ في الرابطه. شؤون اللاعبين فين؟ في الرابطه. انت ايه دورك؟ يعني قول لي كده بالعقل كده، بكلمك بوضوح اهو. ايه دور حضرتك عشان تقلبنا في الملايين دي؟ وبعدين الملايين دي من ايام ممدوح عباس 2000، انا مشيت 2005، هو جه ممدوح عباس اخر 2005. طب سايبه كل ده ليه؟ وجاي كل ما اجي يا جماعه الاقي الضرايب بعتها والتامينات بتاع حاجات مش عليا انا بدفع، تمام؟ لان مقتنع ادفع. احمد ابراهيم لسه قايل لنا يا سياده المستشار ان انت دفعت فلوس، ما اعرفش كريم مين ولعيبه كتير دافع حوالي فتح الله 400 مليون جنيه. كل دول مش تبعك يعني، ما كانوش في عهدك انت. 400 مليون جنيه عشان ما يتوقفش القيد عندنا. اجوجو ماجوجو حسن كل دول، تمام؟ أيوة صح. ما اتكلمش خلاص، تمام؟ هو بقى السؤال، حضرتك بتاخد مني انا وغيري من الانديه الفلوس دي ليه؟ يعني الاسماعيلي مش لاقي، خلاص؟ حضرتك جيت بقى في الفلوس دي عشان لما نادي يجي جماهيري كده يقع تسانده بالفلوس انت؟ انا مش فاهم يعني. هو حاجه غريبه يا عم. اديني سبب. الاتحاد بيعاني ومحمد بن صالح بيصوت، تمام؟ كامل ابو علي خلاص ما عادش قادر يدفع مثلا. انت وجودك الفلوس دي ليه؟ عشان لما نادي قرب يقع تقف انت تدينا، مش تيجي تقلبنا. يعني مش تيجي تقلبنا، انت بتقلبنا كده. فيا جماعه انا طلب مني ما زعش الفيديو النهارده، عشان كده اتشال من على الصفحه، تمام؟ انا بدي فرصه تاني، بدي فرصه لاتحاد الكوره ان يصلح خطأه، ومش عايز اصعد دوليا، لان لو صعدت دوليا هنروح الفيفا. تعالى يا استاذ، انت عندك نص بيقول اقول لك قرار مجلس اداره ولا ليه قيمه؟ قرار مجلس الاداره ما بيغيرش لائحه او قانون، مش مستند لحاجه، صح؟ نعم؟ مش مستند لاي حاجه. يعني انا دلوقتي لو خدت قرار مجلس الاداره مثلا يعني ان انا اعلق محمد شبانه من رجليه، انا املك اعلقه من رجليه؟ ازاي؟ واجي اتكلم واحد يقول لي انت بتعمل كده ليه؟ ولا انا خدت قرار مجلس الاداره. انت بتاخد قرارات مجلس الاداره في حدود اللوائح والقوانين. اولا حدود القوانين انك لا تملك انك انت تحقق مع رئيس نادي او عضو مجلس اداره، ده القانون. مش عاجبك القانون كمان؟ طب خد عندك المحكمه الاداريه العليا طلعت حكم عشان العزل اللي عمله هشام حطب مرتين، مره سنتين مره 4، ممنوع كده، ممنوع اللي حاكم رئيس نادي او مجلس اداره جمعيته العموميه. طب انا دلوقتي لو خدت قرار مثلا، يعني مثلا هاخد قرار خلاص انه الاخ جمال علام
ما يخشش المبنى بتاع اتحاد الكوره، انا املك ده؟ لا طبعا. هو ليه جمعيه ملوكش. عموميه؟ جمعيته العموميه صح. يا جماعه، ده قانون ولوائح. لائحه عندكم بتاع الانتقالات اسمها لائحه الانتقالات، بتقول ايه؟ تسجيل ليه بنود شروط التسجيل انك قبل 31. ما قالوش بقى شروط ايه؟ القيد. صح. تمام؟ طيب ليه سؤال بقى تاني؟ ماشي، احنا بنوضح للناس بهدوء. لا انا مش هتكلم عن مهيب لانه ملوش لازمه اصلا. يعني مهيب ده عيل ملوش لازمه، عيل مبلط. هتكلم عن عيل مبلط شغال خدامه عند روزانا، ولا اسمها روزان دي مغربي؟ لا ولا يا عم، لا محدش يبعت لي الكلام ده. ده عيل شغال خدام مبلط يا بيه. هبعت لكم دلوقتي صوره وهو واقف ورا اسمه حازم، كان اسمه حازم ايه؟ الشناوي. مذيع حازم كان اسمه حازم الشناوي. بتاع الكره في تمام؟ الملعب. هو ماسك السلك وحازم بيعمل معايا حوار. يعني واحد كان له كل دور يمسك السلك الحاسب. المهم يعني. طب انا ايدت ازاي مصطفى شلبي؟ ايدت ازاي عمرو السيسي؟ والزناري والزناري ايدتهم ازاي؟ حد يجي يقول لي. حاجه غريبه جدا، لسه سائل انا الناس دي والله انا دلوقتي عايز كده. اعرف انا ايدتهم ازاي. او هم ايدوهم ازاي؟ هم وافقوا على وبعدين انت ايديهم ازاي ليه؟ اديتني الرخصه لافريقيا؟ بعت لافريقيا الرخصه. تمام؟ ازاي؟ لازم وكتبت كده ما ليس عليه مستحقات. يعني انت زورت؟ مش فاهم. فاللي حصل ده عيب. وردي لو ما اتحلتش المشكله لغايه بكره هنزل الفيديو. طب من وجهه نظر حضرتك المشكله اتحل ازاي يا فندم؟ لا هم في طبعاً اغنيه لوائح. للنجاة، في اغنيه للنجاة الصغيره اسمها ايه؟ من بقى المأساة ايه؟ ينهيها. عرفت الاغنيه دي؟ الايه؟ تلحين اغنيه بتقول نجاة الصغيره. اه من بدأ المأساة ينهيها. ينهيها. اه من بدأ المأساة ينهيها. صحيح. اعتقد نزار قباني شعر حاجه كده يعني. تمام؟ فانت اللي عملت المأساة انهيها. حضر العفريت احنا بص، القضيه دلوقتي ما بقتش مرتبطه خالص. انا مش في الموضوع، والخناقه مش معايا انا اصلا. ليه؟ الخناقه معايا انا احمد يرفع عليا قضيه شطو اي حاجه. مع الزمالك. انما الزمالك صح. جماهير بالملايين مش هيعدوها. مش هيعدوها كلام، لا مش هيعدوها بجد. لان لما يشوفوا الفيديو وانا بتحايل عليكم واقول لكم كل الحلول وتقول لا، كلمت حازم قال لا، كلمت قال لا، هتبقى فضيحه. الحلول دي لسه مطروحه يا ست المستشار؟ نعم. ان شاء الله هتحل. الحلول دي من جانب الزمالك لسه مطروحه برضو؟ طبعا طبعا اكيد ان شاء الله طبعا. هتتحل باذن الله تعالى ان شاء انا ما الله. عنديش إن شاء مشكله. ما الله. انت بص يا استاذ جيل، المدير المالي انت اللي سالته طبعا قال لك ما جالناش ولا جواب. حاجه غريبه جدا. لا مديونيه. طب حضرتك حاسبك على ايه؟ يعني اجي وانا ببيع وانا بنقط فرح؟ احط هنا. وانا مش انا عندي مال عام وبتراقب جهاز مركزي محاسبات ورقابه اداريه ووزاره الشباب؟ مش تقول لي كم؟ وانا الجواب اللي انت نشرته دوت بقول له من فضلك نما الى علمي. يعني ايه نما الى علمي؟ يعني ما بعتليش جواب. سمعت. يعني بعرف من الابهات اللي هم في القنوات نما علمي. طب نما علمي ايه؟ ان في مديونيه. قلت له من فضلك هات المدير المالي عندك والمستشار بتاعك والمدير المالي عند المستشار بتاعنا ويقول لنا مديونيه كام، وهدفع لك مبلغ اهو 10 مليون و9 متحولين تحت الحساب. ما غلطناش. المهم يعني احنا دلوقتي جمهور الزمالك ده الوقت اللي انتم محتاجين، النادي محتاج توفر فيه. اكيد طبعا. واخد بالك يا عم محمد؟ ليه بقى؟ علشان ده مش وقت نشتم اللعيبه، ومش وقت انك انت يعني انا يعني اول ما شال صورتي والله قلت ده مخه صغير ده مش صوره يعني. ده وقت كلنا نتكاتف. هو ايه اللي يخليني في السن ده اقعد لغايه الفجر في اتحاد الكوره عند ناس اصلا بيني وبينهم مشاكل؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان الزمالك. انا عايز اعرف عشان مين؟ عشان كنتوا. صح. عشان الجماهير، عشان النادي. كل دول ما اقدرش تاني ما يقدروش يقابلوني في مكاتبي بتاع المحاماه اللي بعد شهر ويقعدوا ياخدوا دورهم. انما عشان النادي رحت بنفسي وسجلت ليه بقى صوت وصوره. كان ممكن يقول لك ده جه شتمنا، مش كده؟ ده جه استفزنا، ده انت هتلاقي بسلم وببوس وقاعد. وبعدين لما لقيت الموضوع زاد عن الحد قلت لا،
انت مش قد جماهير الزمالك، وانا مش طالب انك انت تديني حاجه مش من حقي. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني احنا بعتنا جواب للاستاد القاهره انه يستثني ماتش الزمالك والفريق الجزائري المحترم اللي احنا يعني في انتظاره نرجع الاستاد تاني. تمام. والراجل يعني تليفونيا والتواصل معاه قال مفيش مشكله، بدل ما نودي الجماهير برج العرب في الساعه دي، يعني بعيده برج العرب برضه ساعه. انا عايز الاستاد يتملي لان هو ده الماتش هيتلعب في استاد القاهره بلوزداد يا فندم. بعتنا جواب رسمي خلاص. تمام. جواب الاستاد. ده ليه انا خايف على الجماهير. طريق ومواصلات وحوادث ومطره، كل ده عشان الجماهير. وانا لما بجيب اتوبيسات ولا قطر عشان مين؟ عشان الجماهير. صح. راحه الجماهير. زعلان من الاخ محمد ليه بقى؟ بيقول دول جماهير ايه؟ كيوت دول جماهير كيوت وما تروحوش ورا الولاد دول. ازاي يعني؟ لا ازاي تبقى زملكاوي تقول الكلام ده؟ ازاي؟ ما ينفعش. هو مين محمد؟ نيجي بقى الامام، نيجي لامام عاشور. اتفضل يا استاذ مصطفى. هل وانت مدرب او رئيس القطاع، انت رئيس القطاع، تمام؟ في لاعب عايز يمشي عندك، فالمدرب قال له اقعد، وانت قلت له اقعد، قال لا انا عايز امشي مش عايز اقعد. ده الكلام ده قدام اللعيبه، قدام الدنيا كلها، قدام مصر كلها. لو انت خليت اللاعب ده عندك يبقى ما عندكش كرامه، لا انت ولا ناديك. تاني يبقى انت ما عندكش كرامه، لا انت ولا ناديك. لما امام عاشور اللي انا جايبه من المحله والداخليه، لانه كنت عارف كان معار. كان حرس الحدود يا فندم. نعم. كان معار من المحله لحرس الحدود. المحل لا حرس الحدود. تمام. طيب كان في نادي خد 7 مليون ونادي خد تقريبا 5 مليون. حرس مش فاكر مين ومين. حرس وكان مدينة المحله. نعم. حرس والمحله. الحرس وكان مدينة المحله تقريبا. النادي الاصلي خد 7 والمعار خد المحله. تمام. فانا سالت امير مين ده يا ابني؟ قال لي لاعب جامد. قلت له يا ابني ما سمعتش عنه. قال لي انا متابع، لان امير بصراحه بيتابع. تمام. لما يجي بقى سعره دلوقتي وصل 100 النهارده، بسعر النهارده 108 مليون، وفاضل له 6 اشهر ويمشي. تمام. طيب وفي رغبه له يا باشا. ثانيه واحده. ده على الهوا، زي ما عملته مع مصطفى فتحي، مع طارق، معاهم كلهم على الهوا. ثاني على الهوا. قال لي ما تضيعش الفرصه، عايز امشي. قلت له طب فكر لبكره. ما رضيتش امضي. ثاني يوم في المكتب عندي قاعد يزن ويلح. انا لو تمسكت بيه يبقى انا ما عنديش كرامه. ليه؟ لان الواد ده ركب رئيس النادي وركب النادي وركب المدرب وركب الكل. هو كده. تاني الولد ده لو قلت له عشان قلت له يا ابني عشان عايزينك وعشان خاطرنا، كل اللي انت في دماغك عملته وقعد بقى، انت هتعرف تعاقبه؟ هتعرف تتكلم معاه؟ لا طبعا. لا طبعا. واصوات كتيره مع المستشار كانت من الجمهور، كانت يعني رغم اصرار حضرتك ان هو يبقى موجود لانه برضه هو لعيب قيمه فنيه كويسه، انما كانت ناس بتقول لك ما ينفعش نتحايل على امام عاشور. ده نادي الزمالك وجماهيره المحترمين. لا الزمالك هو اللي بيعمل اللعيبه يا سياده المستشار. الزمالك هو اللي بيعمل دايما اللعيبه، مش اللعيبه اللي بتتحكم في النادي. زيزو كان جاي من اعتقد من الاكاديميه. الامير بيعرض عليا، انا رئيس النادي طبعا، بيعرض على المدير الفني ايا كان اسمه، بيعرض عليا. قلت له يا ابني مين زيزو ده؟ مين ده؟ 2019 واحد من احسن اللاعبين في مصر. صح. يعني اذا الناس اللي في النادي في الكوره ماشيين على الكوره وعلى راسهم امير، ناس بيشوفوا صح. اللي بيتشتم دلوقتي اللي جاله هارت اتاك من اسبوع، وقع في انت عرفت، وقع في المكتب وشالوه وودوه للمستشفى. بيشتغل بايديه واسنانه. حرام. الزمالك 24 ساعه بصراحه. اللي بيحصل ده يا جماعه حرام. انت انتقد شتيمه وقله ادب. يعني بقول لك ايه، انت معرض انت واولادك. ايه ده؟ معلش يا ست مشرف، ده مش يلا ايه ده؟ ده جمهور الزمالك. عمره ما يكون جمهور الزمالك. عمرهم ما يكونوا زملكاويه. دول يا سياده المشار دول مش زملكاويه يا فندم.
طيب لما يكون انا بقى عندي تقرير ان في مشكله في اوضه اللبس، اول مره اقول الكلام اهو، والمشكله دي منعكسه على الفريق، الملعب في تنافس بين زيزو وبين امام عاشور، الاثنين بيشوطوا زي ما انت شايف على طول تمام. ما انا برضه عايز افك المشكله دي، لان امام بيقول لك انا عقدي كذا وزيزو خد كذا، حقه خلي بالك. بس حسين لبيب اللي بيقول الاهبل ده بيقول ايه؟ طب وانت بقى لما جيت يا ناصح عليا انا ما سجلتوش ليه؟ يا ابني انا جيت بعد العقد. طب خد المفاجاه بقى دي، بتحداك يا حسين يا لبيب انت وحسين السيد ان عقد امام عاشور اللي انتوا عملتوه او عقد ابن حسين السيد اللي عمله موجود في النادي. اقسم بالله العظيم العقدين ما موجودين وخدوهم ومشوا. تخيل، انا بقول لك تاني يا حسين قدام مصر كلها انت حسين السيد اللي بيتنطط دلوقتي، العقدين مش موجودين. انت عمال تقرا الشتيمه انت دلوقتي يا طارق؟ لا والله ما قريتش حاجه. عمال تقرا الشتيمه؟ لا بيكتب منشتات يا صبحي. عشان يبعتها. تمام؟ ايوه يا فندم. كلامي واضح. مش موجودين يا فندم. نعم؟ بتقول حضرتك العقدين مش اقسم موجودين. بالله العظيم العقدين ما موجودين في النادي. تخيل، والواد ده شغال معانا بالعقد القديم. تعالى يا ابني جدد مش عايز، تعالى يا ابني جدد مش عايز، وهو في دماغه عايز. بص، اللاعب ما دام في دماغه ما عايز يمشي مش هتاخد منه حاجه. استحاله طبعا، استحاله. امام عاشور بقاله 7 8 مباريات مش امام عاشور. هو سافر يا فندم من ساعه ما العقد جه، من ما العرض جه هو سافر خلاص، دي يعني عقله بقى هناك. يا باشا امام عاشور مش هو امام عاشور تاني. وامام عاشور مع احترامي ليه ولد كويس ومؤدب وكل حاجه، ولكنه ارعن. طب تقول لي ارعن ازاي؟ فاكر لما في حد ما بصلوش كوره راح سايب الملعب شاط الكوره بعيد وساب الملعب وقعد بعيد كده لوحده قعد بره في جنينه؟ هو في حد بيعمل كده يا جماعه؟ ومتحملين تمام. لا هو ده سنه، عايز اقول لك ايه، لا ده سنه، صح، ده سنه صغير كويس وزملكاوي بيحب الزمالك مفيش خبره يعني. وانت حضرتك يعني ده سنه، ممكن اكون انا في سنه عملت انيل من كده. تمام، ده سنه. فالنهارده لما يكون عندي المشاكل دي في الملعب ولاعب بقاش مركز وبعد 6 اشهر يمشي مجانا، عيل بقى يقول لي انت خنت النادي لما بعته. طب ماشي انا خنت النادي يا عم. بص يا سيدي، احنا عايزين بطولات. عايز بطولات؟ يبقى احنا عايزين لعيبه، مش كده؟ لو عايزين لعيبه يبقى عايزين فلوس محجوز عليها. يعني يا جماعه انت بتكتفني تاني، بدل ما تقول لي ممدوح عباس انت بني ادم مش محترم، انت دمرت النادي، انتوا عصرتك، جاي عليا انا عايز بطولات يا استاذ مرتضى. ده حق الجمهور، حقه. طب عشان اجيب بطولات لازم يبقى عندي ايه؟ فلوس هجيب لعيبه عندي فلوس. طب انا كان عندي 70 مليون جنيه دول يكفوني 5 6 اشهر، تمام؟ بتحجز عليهم. تفهم يا ابني، انا بقاوم لجان الاهلي واحكام بتطلع عليها كل يوم، واللجنه الاولمبيه واتحاد الكوره. هو في الدنيا رئيس نادي محترم يا راجل؟ ده انت مش عارف تحاكم سيد عبد الحفيظ، ده بيضرب الحكام ما بيقولوش هو ايه، عنصر من عناصر اللعبه يعني تبعك. وبعدين يقول لك ايه، اصل شتم لجنه. انا ما بشتمش لجنه انضباط لاني ما اقدرش اشتم لجنه. انا كل اللي قلته لما بعتوا لي جواب انا والولد في يوم واحد بيصحي معايا، كل اللي قلته: 1 حكم اداريه عليا بيقول ما ينفعش، 2 القانون بيقول جمعيه عموميه ما ينفعش، 3 حضرتك صاحب مقام رفيع وانت على المنصه، حضرتك اوعى تشترك في حاجه فيها جماهير. حضرتك هتطلع قرار ضد كهرباء الاهلاويه يشتموك، وضع طبيعي. ما انت شايف اذا كان بيشتموا رئيس النادي ورئيس النادي وبيشتموكوا انتوا، طب هتطلع قرار ضد الزمالك خلاص الزمالكيه يشتموك. فانا بنقى هذه اللجنه المحترمه، ده اللي انا قلته من يومها، انها تخش في هذا المستنقع. ده مستنقع، شتيمه هنا وشتيمه هنا.
لكن انت وانت قاعد على منصتك العاليه اللي البني ادمين لما يجوا يكلموك بيرفعوا راسهم عشان انت بتمثل ربنا في الارض، تمام؟ محدش يقدر يغلط. وبعدين دي المحكمه دي قاعه فيها 10 15 نفر، حتى لما يجي يصدر حكم ضد واحد القرار اخر الجلسه بياخدوا المتهم يمشوه سواء في السجن او يطلع، عشان ما يحصلش اي تطاول على السيد القاضي جليل اللي قاعد. فانت انت شتمت الراجل اسمه مدير بتاع الفني مدير الكوره، انا ما اعرفش كان اسمه ايه ده بتاع الحكام ده، تمام؟ دي بقى اتحاد الكوره طلع بيان، وزاره الشباب طلعت بيان. هو عايز يتخانق معايا وخلاص، هم عايزين يتخانقوا معايا. طب انا مش فاضي الخناق عشان عندي الزمالك وعندي الاستاد بقى لنا خلاص ابتدينا نشتغل فيه هو 6 اكتوبر، تمام؟ عندنا مشاكل كتيره، وعندنا ما هو الحجز يا جماعه انتوا ناسيين لسه موجود، لان الضرايب خلي بالك حجزت على الفلوس مكان ممدوح عباس والحجز لسه مستمر. ورحنا قابلنا السيد وزير الماليه راجل محترم جدا وقال اعملوا طلب بقى جدوله، احنا دفعنا 70 مليون وكنا دافعين قبل كده 122 مليون من الضرايب كلها على مين؟ كانت ممدوح عباس اللي انتوا مش قادرين تيجوا ناحيته، اللي هو عامل لكم اللجان مختلط وقرف وزفت الطين الثاني ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه بقى؟ بنسى اسمائهم، تمام؟ ويقول لك ايه؟ صفحه اولاد زموره، صفحه بنات زموره، وشتيمه وقله ادب، تمام؟ هو انت يا ابني ما انا بقول لك الموضوع سهل جدا، انا كنت عايز ازيل من النهارده المره الخامسه عايز امشي لان ما اتخلقش اللي يشتمني. فاحنا كابتن طارق في وقت محتاجين لكل الزملكاويه المتفقين مع رئيس النادي او المختلفين معاه، مش عارف مختلفين بس مش مشكله انهم يقفوا ورا النادي مش ورايا انا. يا عم مالكش دعوه بيا انا، بس خليك مؤدب. القال اللي بتقل ده بقى دي الجماهير الحقيقه ترد عليه. اكيد طبعا. وبعدين دليل بقى انها مؤامره، 4 عيال منهم عيل اسمه بطاطس انت عارفه كان بياخد فلوس من ناس يعمل لهم عضويات ويطلع حاجه ورق مزور، تمام؟ بطاطس ده لو تفتكر ابنه كان بيلعب في النادي، كان مدرب في النادي. صحيح. وجيتوا تمشوه قلت لكم ايه؟ لا تزر وازره وزر اخرى. ابنه ماله؟ ابنه بقى اللي هو شغال في النادي في الانتخابات قاعد يشتمنا احنا واقفين. ده بقى عامل دعوه لكل الساقطين. من ساعه ما جيت لغايه دلوقتي جمع كل الساقطين، حتى اللي ساقط من سنه 95. واخد بالك؟ جمع كل الساقطين، تعالوا عشان نخلص النادي من هذا الدكتاتور، من هذا مش عارف ايه. دكتاتور ايه؟ ده انا على الهوا بناخد القرارات على الهوا. ان شاء الله فريرا راجع بكره ان شاء الله، تمام، ونعم على يعني حاجه راقيه من اسامه نبيه. والراجل اتمنى خلاص الولاد التانيين مشوا، 3 اللي كانوا بيعملوا وقيعه بينه وبين اسامه. هو راجع لوحده يا فندم يعني ان شاء الله خلاص، ونجيب مدرب لياقه، تمام؟ فانا بتمنى ان العلاقه بينهم ترجع حلوه زي زمان كانت حلوه. العيال دي كانت تقعد تقول لي فريرا اسامه بيكرهك، اسامه جاي مكانك، لغايه ما اسامه بعت للراجل رساله قال له احنا مستنيينك في الملعب، انت الاستاذ مفيش استاذ زيك. تمام؟ انا طبعا انا عايز الفريق ينجح. ما دام اسامه قال فريرا انا يعني قال كده بالحرف اشيل له الشنطه. ايه اللوخي ده؟ ايه الاخلاق المحترمه دي؟ ايه دي؟ ايه البني ادم المحترم ده؟ ان شاء الله جاي بكره ان شاء الله. ان شاء الله. واللي قال لك استحاله فريرا يرجع، تمام؟ واللي كان بيقول له فريرا خرف مشيه، لما مشي انت اللي خرفت رجعه. قال لك البروف ازاي يمشي؟ ايه؟ قالوا البروف ازاي يمشي؟ وبعدين لما هنرجعه هيقول لك ازاي ترجعه، تمام؟ عشان كده بقول لكم لو انت مشيت ورا ال 50 مليون، تمام؟ فيهم طبعا ناس كتير محترمين جدا 99.9، بس هو الواحد في ال10 دول هو اللي بيعمل كده. ان هو ايه بقى؟ تفتح الشباك افتح الشباك، تفتحه لا اقفله. لو مشيت وراه ممكن تتجنن. فيا جماعه تاني بقول اهو، هذه مؤامره معموله مش ضد مرتضى. مؤامره معموله ضد مرتضى يمشي، هو نفسه يمشي. كان في اذان المغرب الاسبوع اللي فات قدام الاعضاء في الميكروفون، قلت يا رب بحق هذا الاذان الوزير يحلني ويمشيني.
تمام؟ لانه ما عادش مغنى، انا صدقني يعني، نادي الزمالك فوق دماغي وشرف، بس انا نلت الشرف ده من سنه 2005، 17 سنه رئيس نادي، وانا متمسك بالنادي مش عشان انا مشهور، ما انا داخل نادي مشهور، تمام؟ وداخل نادي بعربيتي وداخل نادي بفيلتي، يعني انا مش عايز اقول، وانا واولادي اللي ربنا بيقدرنا عليه بنعمله مع النادي ماديا، تمام؟ لكن انا خايف امشي يحصل للنادي زي ما حصل في 9 ايام ممدوح، بس او زي حسين لبيب. اوعى يا حسين يا لبيب تقول انت الدوري في الطايره واليد اوعى، لانك انت عامل بفيديوهات هذا الفض يرجع لمرتضى منصور، دول لعيبته دول مدربينه، اللي انت قبل ما تمشي جرفت كل ده تاني، جرفت اليد والسله والطاقه، جرفتهم كلهم وكره القدم، فمش عايز اسمع صوتك، ده خوفي فقط لا غير. ان شاء الله احنا منتظرين لبكره ان شاء الله. اتمنى صوت العقل ان شاء الله يحكم باتحاد الكوره، واللي هيبعتوا لي ان انا ابعته رسمي فلوس هبعته لهم، ما عنديش مشكله خالص، بس ورقه تجيلي والله احنا لينا كذا ودفع لنا كذا، تمام؟ فورا بعد دقيقه واحده هيكون فلوس عندهم ان شاء الله. انما بطمن الجماهير المشكله تبقى موجوده لما ما نحطش لعيبتنا على السيستم. احنا عملنا الاصعب بالتاكيد. لا اللي هو لا مش هو الاصعب، هو مسؤوليتي انا، يعني انا كنادي مسؤوليتي قبل 31 اسجل تسجيل على السيستم الاهم تعمل الاهم اللي هو مسؤوليه اتحاد الكوره ان هو يعمل ايه؟ مسؤوليه اتحاد الكوره ان هو يعمل القيد، مش القيد ان هو يديني البطاقه. يعني المشكله دلوقتي في البطاقه، فاحنا منتظرين البطاقه ان شاء الله، وربنا يهدي الكل. وقلت انا اهو من فضلكم اقفوا ورا النادي، ما تقفوش ورا مرتضى. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار مرتضى منصور.